النهارده يا جماعه العالم بيتغير من حوالينا والسوق بيتغير. واللي مش مقتنع ان الاي اي هو اللي هيحكم الفتره الجايه وهو اللي هيسيطر على السوق الفتره الجايه للاسف يبقى غلطان. احنا بنتكلم ان الدنيا بتتغير دلوقتي خلاص، مع اللي فاكر نفسه الوضع زي ما هو هيفضل زي ما هو، لا، الدنيا بتتغير. اللي الاي اي بقى بيعرف يعمله دلوقتي مع اي شخص عادي، مش مع الشركات الكبيره زي زمان. بقى حاجه مش طبيعيه، بقى يقدر يعمل كامبينز، يقدر يخش على المتصفح ويشتغل مكانك، يقدر يخش على المتصفح ويشتغل مكانك في توقيتات معينه، يقدر يجمع داتا، يقدر يعمل وبيخش وبيعمل الكلام ده احسن منك، انك مش هتعرف تجمع كميه المعلومات دي في الوقت دي هو بيعرف. فحتى احنا بنتكلم ان في ناس ابتدت تبني مشاريع عملاقه بنفسها من غير شركات. كان زمان الواحد عشان يعمل لعبه كان محتاجين 10 15 فرد واداره وفكره وتسويق. دلوقتي الكلام ده كله طبعا لسه محتاجينه، لسه موجود، هو بيسهل الخطوات بس الكلام ده لغايه النهارده محدش يعرف بكره فيه ايه. فيا تتقبلوا فكره ان السوق اتغير وبيتغير، يا اما هتختفوا من السوق. وخصوصا الناس اللي شغاله شغلانات مكرره لازم تتعلم الاي اي وتستعمله علشان ما يلغيهاش، لان الاي اي ممكن يشيلك من السوق. فخد بالك السوق بيتغير، الاي اي بقى حاجه حقيقيه وموجوده. يا ريت الكل يبدا ياخد باله من الموضوع ده، والموضوع سهل جدا. انت لو في اي حاجه عايز تتعلمها، انت كل اللي مطلوب منك تتكلم مع الاي اي، تقول له انا اعمل دي ازاي. فانا هسجل فيديوهات الفتره الجايه عن الموضوع ده، لان الموضوع ده خد شكل جديد هيغير شكل السوق كله.